اديو تخيرا شخصية من شخصيات برطلي تاريخية لأي فعلا وثوالا دور رابا برطلي، بالرغم من أنه راح يوقع عن برطلي يمكن ترك لي برطلي وأون عمري 15 سنة، بس لكن شوق لي أثر رابا بتاريخ برطلي. بصراحة أنا لك ذنوالي بس كم ذني من خلال نشاطي وانشاره بشعر السرياني، كتابات سريانية، يعني إثوال دور رابة في إحياء اللغة السريانية وإحياء اللهجة البرطلية المحكية، اللغة السريانية لهجة برطلي، من خلال تعاون بيناتن يوذلن حيلة أفلام فيديوهات كلهن كم حاكي بلشانة برطلي. غايته من هذا من دي أنه هذا لشانة دلم ساكر وخزت لي امدك محاكي باني افلام كم حاكي بلشانة برطلي تيقا مقامي ديوري اللي هاني تناي النخراي اللي فخزت لي لشانة صبية فاني افلام بشن خوثيقة تاريخية انشيري الوسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وثيقة تاريخية ده تاريخ برطلي ودناشي الباحثين أنه الديري إلين دائما لينا بس وثيقة تاريخية وإنما دروس تاريخية دا برطلي. ولهذا أخني إديو يوذلن أمسية تأبينية دا هذا قورة دا هذه شخصية الدوره الفعال بالحفاظ شغل دمرخ بالحفاظ بلشانة عربية بالحفاظ على لهجة برطلي. نيافة الحبر الجليل مار تيموثاوس موسى الشماني راعي بريشية مار متى للسريان الأرثوذكس الجزيل الاحترام، الآباء الكهنة الأفاضل، حضورنا الجميل بكافة مقاماته الكريمة ومناصبه الرفيعة، أهلا ومرحبا بكم في أمسيتنا التأبينية هذه، حيث نوقد قصائدنا شموعا ونفتح سير الذكريات والإبداع للمحتفى به تأميدا الكاتب والشاعر السرياني الأب الخوري بطرس توما البرطلي، ولنسمع العالم إن برطل السريانية ما زالت تنبض ثقافة وعلما وأدبا وفنا، فهي كانت ولودة بالكثيرين من القامات الروحية والأدبية والثقافية والعلمية والأكاديمية والفنية. كلمة كنيسة برطلي للسريان الأرثوذكس يتفضل الأب الخوري داود دوشا بإلقائه، فليتفضل. شمام وروح قنيشة حضره شرير أمين نيابة حبر جليل مار تيموثاوس موسى الشماني، الآباء الكهنة الأفاضل، الحضور الكرام، في هذه الوقفة المباركة أحبائي لنا كلمة روحية تختلف عن الكلمات الأرضية، لأن لكل شعب يقدم تكريما لأفضل الشعراء، لأفضل المبدعين وللأمراء وللملوك. هذه كرامات أرضية لا تصل إلى السماء، ولكن نحن أرضيين نعيش هنا على الأرض، ولكن جذورنا تمتد للسماء، فلا نريد الكرامات الأرضية بل الكرامات السماوية. وهذا التكريم لا الأرضي بل السماوي، لأن جذوره من السماء. فها بها رب يسوع المسيح أحبائي، فها بها الوحي الإلهي لسان رسول بولس. فحينما نقرأ برسالة العبرانيين حينما يقول في الإصحاح الخامس: لا أحد يأخذ هذه الكرامة بل مدعو من الله. إذن هناك كرامة يعطيها الله لخدام الأتقياء تختلف عن الكرامات الأرضية. الكرامات الأرضية فيها مجد زائل باطل، لكن الكرامات السماوية قال عنها سليمان الحكيم في سفر الأمثال في إصحاح 27:
حافظ سيده يكرم. ومنها قال الآباء: من يحفظ كرم الله ويعمل فيه يكرمه الله نفسه. فإذا كرامة الإنسان أي نظر نفسه لخدمة كهنوت هي كرامة سماوية قبل أن تكون أرضية أحبائي. ولهذا قال رب المجد: إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. لاحظوا الكرامات التي يعطيها الرب يسوع المسيح لخدام الأمناء. ولد الأب الخوري بطرس توما في برطلة في 8 من شباط عام 1931. والده الشماس توما عيسى رمو، وكان شماسا ومعلما للغة السريانية والألحان الكنسية في برطلة لمدة 40 سنة. تلقى فقيدنا دروسه الابتدائية في مدرسة برطلة للبنين، ودروسه الدينية ومبادئ اللغة السريانية والطقوس الكنسية في المدرسة الدينية الصيفية في كنيسة مار تشموني في برطلة. للشهادات في سيرة الأب الخوري بطرس توما حصتها في أمسيتنا هذه، شهادة يدلي بها المربي الفاضل الأستاذ يوسف مامو، فليتفضل. الذي أتذكره عن الأب المرحوم أنه كان طالبا في مدرسة برطلة الابتدائية، وكان يبدو عليه مظاهر الجدية والذكاء، وحيث أني أكبر منه سنا فلم يسبق أن التقيت معه في أحد الصفوف الدراسية. وأتذكر من زملائي في الدراسة الابتدائية كان من مثلث الرحمات المطران لوقا شعيا طيب الذكر، والآب الدكتور باسيل عقولة وغيرهم. كما أتذكر أنه من بعد انتهاء دوام المدرسة قيامنا وتحضير واجباتنا كنا ونحن صغار نتسلى بقضاء الوقت ضمن ألعاب بسيطة، ويحضرني أنه كان يشاركنا في تلك الألعاب. رابعاً، بعد انتهاء مرحلة الدراسة الابتدائية كل منا اختار طريقه، فاتجهت أنا نحو سلك التعليم، وعلمت أن الأب الخوري اختار طريق الدراسة بالانخراط بالسلك الكهنوتي من خلال الدراسة في المدرسة الإكليريكية في مدينة الموصل، ثم ترك مسقط رأسه برطوة منذ وقت طويل بعد انتهاء دراسته الكهنوتية. خامساً، من الذكريات الأخرى عن الأب المرحوم مشاركتي معه مع زملاء آخرين في مراسيم نقل رفاة القديس مارا حدامة في أربعينيات القرن الماضي، حسب ما أتذكر، من قبره الذي كان ملاصقاً لكنيسة مارغورغيس القديمة في موكب كنسي مهيب يتقدمه الأب المرحوم الخوري إلياس شعيا مع جوقة الشمامسة وكافة أبناء برطلة، وذلك بعد مشاهدة النور الذي كان يخرج من قبره وبشهادة العوائل المجاورة للمرقد ومنهم عائلة البنوشة. سادساً، من ذكرياتي الأخرى أنه قبل سنة تقريباً جرت مكالمة هاتفية بيني وبينه عن طريق ابن أختي سيد يوسف، وبالتنسيق مع السيد فيليب هدايا استذكرنا أنا وهو سلسلة الأحداث التي مرت على برطلة في ذلك الوقت. شكراً للأستاذ المربي الفاضل يوسف مامو على هذه الشهادة. في سنة 1945 التحق بالمدرسة الإكليريكية الأفرامية في الموصل، حيث نال شهادة الدبلوم في الفلسفة واللاهوت والحق القانوني سنة 1951. وفي السنة ذاتها انضم إلى مطرانية بيروت ودمشق وتوابعهما. عمل في هذه الإبريشية وللفترة الواقعة ما بين 1951 إلى 1958 سكرتيراً للمطرانية، كاتباً في المحكمة الكنسية، أستاذاً للتربية الدينية واللغتين السريانية والعربية
للصفوف العليا في كل من المعهد السرياني وثانوية مار سيوريوس في المصيدبة بيروت. نبقى الآن مع نص رثاء بقلم الشماس الإنجيلي بهنام دانيال حسقيال المقيم في فرنسا، يلقي عنه الشماس متى مجيد. بشيمابو وبرو روحو حايو قاديشو حاضلوه شريرو أمين. رثاء بقلم الشماس الإنجيلي بهنام دانيال حسقيال عن روح الأب الخوري بطرس الشماس توما البرطلي. ساد حزن وهم علينا لسمعنا انتقال الأب الوقور بطرس حبيبنا. خبر مؤلم اليوم كان صاعقا لوفاة كاهن تقي أحزننا. خدم الكنيسة باستقامة وهدى، بذا كان كبيرا عظيما مصابنا. عمود من أعمدة برطل قد سقط، من أكثر الكتابات في تعليمنا. كم من دراسات وآداب صنفها، دروس بإنشاء فصيح علمنا. ترك إرثا وقصائد متقنة وآدابا ومواقف في إرثنا. حسرة في القلب خلف وألما، فقد كان كالزيت ينير دربنا. غاب كوكب من سمائك برطل، وكان سراجا ساطعا فأعتمنا. خبت القنديل المضيء من نوره، وانطفأت شمعة كانت تنيرنا. أناخ الأسى والكرب بكلكله، ونشر الظلام خيمته علينا. تودع برطل اليوم راعيا ورعا، جمع الفضائل والمزايا والسنة، وبأفواه أبنائها صارخة اذهب ونم بسلام يا أبها راعينا، اذهب ونم بسلام يا أبها راعينا. وشكرا. شكرا للشماس الإنجيلي بهنام دانيال على هذا النص، وشكرا للشماس متى مجيد لقراءته إياه. عمل الأب الخوري بطرس توما مرشدا روحيا وأمينا عاما لجمعية الكشاف السرياني اللبناني. رسم كاهنا لكنيسة مار افرام في عمان في 4 كانون الثاني 1959. في سنة 1989 سافر إلى أستراليا مع أسرته ليستقر هناك. للشعر رثائه وعلى إيقاعه الموسيقي تمتزج كلمات القصيدة مع صوره الشعرية. اسمحوا لي أن أقرأ نصاً شعرياً عن الراحل الأب الخوري بطرس توما. أبدأه بنص قصير بالسريانية. برطلي لشان خلقنا بالمكمي، اقطمن منه تناي خلي وننويد أمي. بلشان خيلب لصلوي ايتي آوي. برطلي كد ما كثيت والبالي، كشتيري دمي ايني، وسبواثي كم برسمي دزروثي وجوانقوثي. بيلي خيرت غذاء، بيلي خيرت غذاء خير النقلخ بأيني. شنيتي من داذا ألما بشقروتيا منخ إلي. صدر للأب بطرس توما مؤلفات كثيرة، منها كتاب عن البطريرك إلياس الثالث، رتب ونشر باللغات السريانية والعربية والإنجليزية نافورتي مار يعقوب أخي الرب ومار يعقوب ابن الصليبي. كذلك له كتاب بعنوان مختصر مفيد نظرات مواقف خواطر، كتاب بعنوان دراسات دينية وتاريخية وأدبية. نبقى الآن مع شهادة عن شخصية الأب الخوري بطرس توما، يتفضل بالإدلابية الأستاذ الإعلامي بهنام شمني. حضورنا البهي
هناك مقولة تذكر أن الإنسان في حياته يحب مكانين: المكان الذي يعيش فيه والمكان الذي ولد فيه. وفي تاريخ برطلي كثير من الشخصيات التي ترجمت هذه المقولة إلى واقع، ومنها نذكر المثلث الرحمات مارغناطيوس يعقوب الثالث البرطلي الغني عن التعريف لديكم، فلا زالت كلماته التي قالها في حق برطلي يوم رسامته مطرانا على بيروت تلهب مشاعري ومشاعركم أيضا كلما قرأتها يوم كانت برطلي بلدة صغيرة لا تأتي على بال أحد، ولكن المطران يعقوب أي البطريرك يعقوب بعدئذ أراد أن يرفع من شأنها، فقال مخاطبا البطريرك أفرام الأول برسوم راسمه بقوله: أردت أن ترفع برسامتك لي وباختيارك لي، أردت أن ترفع من شأني برطلي. حقيقة الكلمة طويلة يأتي فيها الكثير، يتحدث فيها الكثير عن برطلي، حتى أذهلت الحاضرين الذين لم يكن يعرفوا أين تقع برطلي، ولكن المطران يعقوب استطاع بكلمته ومدى حبه لبرطلي أن يلهب مشاعر الحضور في ذلك الوقت. أما الشخصية الثانية هو المطران مار فليكسينوس متى شمعون البرطلي، ومآثره كثيرة، والمكان الذي نحن جالسون فيه الآن أو المركز بأكمله هو إشارة أو مأثرة من مآثره في حق برطلي. أما الشخصية الثالثة هو الذي حاضرين هنا لتأبينه، وهو الخوري بطرس توما البرطلي الذي ترك برطلي وهو في عمر الطفولة أو وهو صبي، لكنها بقيت في وجدانه تعيش فيه، يذكرها في كل كتاباته وأحاديثه، يصف أزقتها وأماكنها المهمة وأحداثها المهمة كما لو يعيش لحظاتها الآن. ولتوثيق ذلك عملنا سوية على إنتاج فيديوهات تبقى للتاريخ. أنا لم ألتقه ولم يسبق لي بمعرفته، لكن وسائل التواصل الاجتماعي جمعتني به، فحققنا عدة فيديوهات نشرت على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. تولى الأب الخوري بطرس رئاسة تحرير القسمين السرياني والعربي في مجلة زمن السريان في سيدني بأستراليا، كما وأصدر نشرة أسبوعية باسم الضياء منذ سنة 1995 وحتى اليوم، تتضمن مواضيع تفسيرية وتاريخية وأدبية، وله مقالات أدبية ودينية منشورة في بعض الصحف والمجلات. من مؤلفاته غير المطبوعة ديوان شعر سرياني منظوم، ديوان شعر سرياني منثور، دروس في الأدب السرياني، دراسة في أسماء المدن والقرى والأنهار والينابيع في الأردن، مواقف خالدة من تاريخنا، أسماء آرامية في الكتاب المقدس، ورقة علمية ب3 لغات: السريانية، العربية، الإنجليزية، حول انتشار المسيحية في الشرق. كان شاعراً يكتب باللغة السريانية، وأبدع في هذا الفضاء الشعري، وله ديوان شعر باللغة السريانية. تميز بأسلوبه المتجدد في البحث العلمي في مجال التأليف، وكان إلى جانب ذلك محققاً لغوياً سريانياً وعربياً. عن ذلك كله يدلي الأستاذ الكاتب فيليب هداي بشهادة أخرى عن الأب الخوري بطرس توما، فليتفضل. لم تكن علاقتي
بالخوري بطرس علاقة الخال وابن الأخت، بل تعدت إلى آفاق أوسع، فكانت علاقة ثقافية وفكرية، علاقة طالب بأستاذه. فقد تعلمت منه الكثير، تعلمت منه كيفية الاهتمام بالثقافة الدينية وضرورة نشرها بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى العناية والمحافظة على اللغة السريانية وآدابها، واستحق أن يكون حارساً للغة السريانية، وكذلك المحافظة على تراث برطلة وتقاليد مجتمعها. كما استهواني أسلوبه في البحث العلمي والتأليف الذي يستند إلى التوثيق المدعم بالأدلة والبراهين، وهذا ما لمسته عند دراستي لمؤلفاته. فهو باحث وكاتب وشاعر ومحقق لغوي بامتياز، ورث هذه الصفات عن والده المرحوم الشماس الإنجيلي توما عيسى، وأساتذته المثلث الرحمات البطريرك يعقوب الثالث الذي تتلمذ على يد والده شماس توما، وأستاذه الآخر المثلث الرحمات المطران بولس بهنام. وتقديراً لهذه الصفات وخدماته الكهنوتية، فقد منحوا المثلث الرحمات مارغناطيوس زكا عيواص وسام مارغناطيوس النوراني، وهذا أرفع وسام في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية. كما تم منحه جائزة آرام للغة السريانية. وتثميناً لما قدمه الأب الخوري بطرس توما في الفضاء اللغوي السرياني وأيضاً العربي وفي الشعر، يكرم منتدى برطلة للثقافة والفنون السريانية الأب الخوري بطرس توما درعاً تذكاريا. يتفضل نيافة الحبر الجليل مارتن مثاوس موسى الشماني راعي برشية مار مدة بتسليم الدرع لعائلة الأب الخوري بطرس توما البرطلي، يتسلمه نيابة عنها الأستاذ فيليب هداي. أخني إديو بشمد منتدى برطلة للثقافة والفنون السريانية، وبالتعاون من دقيقة برطلة للسريان الأرثوذكس يوذلن هذا حفل تأبيني للمرحوم الخوري بطرس توما. الخوري بطرس توما آون مع حوريو آون كثاوة وآون حيلة مهتميو باللغة السريانية. أنا من خلال لقائي منه آون بعمان شاتت شوي وشاتت شوي يتولي منه الوحيد من عائلتي أنا كنت ملتقى منه باثرمة برطلة من داخلها. آخر زيارة برطلة شاتت 1900 وشتو خمشية. كاتب محقق لغوي متمكن من شغله، ويغدي ميري أنا بكلمتي سوالي شرف أنه درز لي تري كتب جديدة كمونين دراسة نقدية وتحليلية، وبصخ لي حيلة بجوهين من ضمن كتابه هذا دراسات سوالي بتطرق لي إلى مندي حيلة أنه يوذ لي فصل كامل للأدب النسائي السرياني. وبالكتاب كتابه خلنا مختصر مفيد غزيلي لمحات من تراث برطلة متناثر بهذا الكتاب. يعني من ضمنين أنه كامل بدك حاصل وتعزية برطلة كاتوا قاشا كاتوا قاريوا إنجيل وباصرمة قاريوا لكم باشقوا لي هذا إنجيل دناشي وقيمي أني نيتي بتعزية كم بقري أسئلة، فكأنه بشوالا مخندوة أو منتدى
لدماثة. أنا حيلي طلبا مقلاها دراع حملة ودماتولي من بشطنوث تشمه من سهذة ومن قديشة كلها.